والآن نتوقف مع جولة سعد السلاوي السياحية في دمشق. هذه هي محطة قطار الحجاز، ما أن تذكر اسمها حتى ترى التاريخ يلمع. بناها مهندس إسباني في القرن ال19، وكانت تربط سوريا، لبنان، الأردن، أي بلاد الشام مع الحجاز. هي اليوم مزار للسائحين وقد تحولت إلى مكتبة. من محطة الحجاز إلى سوق الحميدية العريق، والذي يمتد نحو 600 متر. عند دخولك السوق يستقبلك بائع التمر هندي، وهو المشروب المحبب في سوريا. يستقبلك بملابسه التقليدية، السروال والصدرية. تمر هندي عمي. تمر هندي؟ ايه عمي. زمان صار لك تبيع هون؟ تقريبا شهر السنتين. صب طيب، صب ضيف الناس. 15 يظبطوا. ايوه احلى احلى. طيب التمر هندي على السواق. عين عليك. شو اللي بتحطوا هذا عليه؟ ما ورد عمي. ورد. في سوق الحميدية لهم طريقة خاصة في جذب السياح. وين تعلمت الرأس يا أبو بسام؟ أيوة تعلم أستاذ هون على الطبلة عنا مشان خصوصي للسواح. سوق الحميدية ملاذ رائع لمحبي التسوق. هنا تجدون كل شيء يحتاجه المتبضع تقريبا. المصنوعات تمثل جميع مدن سوريا. الأسعار جيدة وتناسب الجميع، وهي أقل من أسواق شعبية في سوريا وحتى دول الجوار. احنا على الفرجة هم ناخذ مصاري. الفرجة الوان واشكال مدير. طبيعة الحال التاجر الشامي لطيف وأنيق، وبخاصة في إصراره على نصح الزبون المشتري، سواء أحيانا في ما يحتاجه، وأحيانا أخرى ما لا يحتاجه. سعد السلاوي العربية من سوق الحميدية دمشق.